بعد ما خلصنا الفيتامينات، سلسله مهمه جدا جدا جدا، ارجع وشوفها لو انت ما شفتهاش. هنتكلم على المعادن، وبالاخص عايزين نتكلم على الالكترولايت اللي هي بتكون صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، زنك. هنتكلم اكتر عن السبورت درينكس عشان في ناس كتير ما تبقاش عارفه ايه المنتج ده واخده امتى وما اخدوش امتى. خليني اقول لك، لو انت بتتمرن حديد، انت مش محتاج خالص ان انت تصرف فلوسك على منتج زي ده، خصوصا لو انت هتجيبه من شركات مثلا زي جاتوريد، فده هيبقى تكلفه كبيره قوي عليك. طب امتى اخد السبورت درينكس، او خلينا نقول المسمى الصح هو الانرجي درينكس، بس ما بقولش الاسم ده عشان ما تروحش للريد بول والباور هورس. تاخده لو انت التمرين بتاعك يعني فيه جهد مبذول كتير جدا وواخد فيه وقت كبير، مثلا رياضات زي الكاليستانكس، الكروس فيت، الناس اللي هي يعني مستوى كمان متقدم في التمرين ده وبتاخد وقت طويل في التمرين، فبتخسر الكترولايت او معادن كتير في جسمها، فمحتاجه ان هي حاجه تزقهم زقه كده ان هي يبقى في انرجي في التمرين، لانه هيكون خلص كل مخازن الجلايكوجين بعد اول ساعه. ممكن انت تستبدل يعني جاتوريد او المنتج الغالي ده، ان انت تجيب مثلا اي مصدر فاكهه، يفضل ان هو يكون 3 5 برتقالات مثلا، او اي عصير انت بتحبه، وهتحط عليه من نص معلقه هيمالايا، تمام، يعني نص معلقه صغيره، 3/4 بالكتير قوي، ومع ميه تقدر ان انت تعوض بيه. بس لو انت مش بتتمرن التمرين المبذول ده، فما تضيعش وقتك في منتج زي ده. اهم حاجه في الموضوع ده هو حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب، فدي حاجه هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي. وما تنساش تعمل لي لايك وشير، واشوفك الفيديو اللي جاي.